تخيل معايا لو في طائر او عصفور بالبلدي كده، الطائر دوت عنده جناح واحد او عنده جناح اقوى من جناح، هل هيبقى متزن وهو بيطير في السماء مع الرياح ومع تقلبات الجو وهكذا؟ بالتاكيد لا. عشان الطائر ده يمشي بشكل متزن لازم يكون عنده الجناحين في نفس القوه تقريبا ويقدر يتحكم فيهم الاتنين كويس، لان هو لو حب يميل او كده هيعتمد على واحد عن التاني، فلازم الاتنين يكونوا شغالين بكفاءه. الامام ابن القيم ليه مقوله بديعه بيوصف فيها الطائر، بس بيقول ايه بقى؟ بيقول ان قلب المؤمن وهو بيسير لربنا سبحانه وتعالى شبه الطائر. رأس الطائر ده هو محبة الله سبحانه وتعالى، وجناحي الطائر، الجناحين بقى اللي هيخلوه يمشي متزن في طريق ربنا سبحانه وتعالى، هما الخوف والرجاء. انت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، تخاف يمسك عذاب ربنا سبحانه وتعالى، وترجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. في سورة الفاتحة بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بتشمل العالم كله وبتشمل المؤمنين بالأخص. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم العدل اللي هيحكم فيه ربنا سبحانه وتعالى بالعدل على كل الخلائق. تمام؟ فدوت بيحفز فيك إحساس الخوف، وده الرحمن الرحيم تذكر رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيحفز فيك يعني إحساس الرجاء، ترجو من ربنا سبحانه وتعالى أن هو يرحمك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أنت دايما لازم تبقى ماشي لطريق ربنا سبحانه وتعالى، متذكر رحمة ربنا سبحانه وتعالى، متذكر عذاب ربنا سبحانه وتعالى. برضو انت يعني بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وانت بتطمع في رحمته وتطمع في الثواب اللي عنده، بس في نفس الوقت ترجو رحمته وتخشى عذابه، تخاف ان يمسك عذاب من الله سبحانه وتعالى على تقصيرك وما الى ذلك. في حياة الانسان وبنشغله في الدنيا وما الى ذلك بنجد ان دايما احساس الرحمة واحساس الرجاء بيغلب على الانسان، اللي هو يعني ايه؟ ربنا يسر ان شاء الله، ربنا كريم، ربنا هيرحمني، ممكن بعد كده اتوب وربنا سبحانه وتعالى يحسن الي. وده كويس، ده جميل، يعني الاحساس ده كويس، وان انت تظن في ربنا سبحانه وتعالى خير ده كويس، لان الله سبحانه وتعالى عند ظن عباده به. في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. ولكن الاحساس ده ما يطغاش ويخليك بقى ايه اللي هو يعني تخرب الدنيا خالص وايه، وربنا غفور رحيم، ربنا هيبقى يغفر لي. لازم دايما في حياتك تخلي موضوع الرجاء دوت ياخد حيزه، لازم تعلى باحساس الخوف تعلى باحساس الخوف عشان يكون في حالة توازن مع إحساس الرجاء. في لحظة الموت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن لما يكون في حد على فراش الموت نذكره برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن في لحظة الموت ربنا يا رب يثبتنا في هذه اللحظة على القول الثابت ويثبتنا على قول لا إله إلا الله. في اللحظة دي الإنسان بيحس خلاص إن عمره انتهى وإن هو رايح يتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى، فبيغلب عليه إحساس الخوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصانا إن إحنا في اللحظة ديت نذكر الميت برحمة الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نقول لا إله إلا الله بصوت خافت وبصوت مطمئن عشان يذكر الشهادة، وإن إحنا يعني ما نخوفوش وما نذكرهوش بالنار وما إلى ذلك، لأن خلاص يعني ديت لحظة الوفاة، فهو يرجو من ربنا سبحانه وتعالى رحمته. لكن في الدنيا بقى لازم دايما تتذكر خوف ربنا سبحانه وتعالى وما تخليش الرجاء يغلب، عشان ما تبقاش شبه الطائر اللي جناحه مايل، اللي مش عارف يطير بشكل متزن. بس فيعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبلغنا رحمته ويرحمنا في هذه الايام الفضليات، وان هو يعني يصرف عننا عذابه ويعتق رقابنا من النار، لان الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله إن عذبنا فنحن عباده وإن رحمنا فإنه هو الرحمن الرحيم. ربنا يا رب يرحمنا ويعني نبلغ رضا الله سبحانه وتعالى ونأمن عذابه يوم الفزع الأكبر. أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة. افتكروا إن احنا كل يوم في رمضان عندنا فيديو. سلام عليكم.